السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة والمميزة جدا، وهنعرف خلالها كل ما يخص حساسية الأنف الموسمية أو الألرجيك رينايتس، وكمان هنعرف أهم أعراضها وإزاي نقدر نعالجها في الصيدلية. مستني إيه؟ قوم جهز كوباية الشاي المتينة بتاعتك ويلا بينا نبدأ. للي ما يعرفش، حساسية الأنف أو الألرجيك رينايتس دي عبارة عن تهيج أو التهاب للأغشية المخاطية المبطنة للأنف، وده بسبب التعرض لبعض العوامل الخارجية، زي مثلا الأتربة اللي في الجو، أو حبوب اللقاح، أو غبار القش، أو التبن اللي بيكون عالق في الجو، أو الشخص اللي بيربي حيوانات أليفة فبتعمل له الحساسية دي، وحاجات تانية كتيرة مهيجة غيرهم. والحساسية دي بتختلف من شخص للتاني، يعني في ناس بتتعرض ليها في فصل الشتاء وناس بتتعرض ليها في فصل الربيع، ولكن الأكتر بتكون في فصول الربيع. ومن هنا خلينا نروح لأعراض حساسية الأنف الموسمية، أو المريض هيجي للصيدلية يشتكي من إيه. أول حاجة المريض هيجي يشتكي من رشح وعطس بالأنف، وهتلاحظ خروج مادة سايلة وشفافة وبتكون غير لزجة. تاني حاجة هيشتكي المريض من إنه بيهرش في عينه ومناخيره. كمان هيشتكي من احتقان في الأنف، وده بسبب إفراز الجسم لمادة الهستامين، واللي بتسبب توسع وتمدد الأوردة الموجودة في الأنف وبينتج عنها الرشح أو الزكام. كمان المريض ممكن يشتكي من حكة في سقف الحلق، وبرضه بعض الحالات هتشتكي من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ولكن ده عرض مش دارج قوي وبيحصل بنسبة قليلة جدا، يعني الطبيعي ما يكونش فيه سخونية. وآخر حاجة إنه غالبا هتلاقي حساسية الأنف دي مصحوب معاها أنواع حساسية تانية، زي حساسية العين أو حساسية الصدر. طيب يا دكتور، إيه بقى طرق علاج حساسية الأنف الموسمية أو بنعالجها إزاي؟ قبل ما نتكلم عن العلاج الدوائي، فلازم المريض يتعرف على سبب الحساسية دي ويبتدي يبعد عنها بقدر الإمكان، عشان ده يعتبر أساس العلاج. بالنسبة للعلاج الدوائي، فأول حاجة بنديها للمريض هي سيستميك أنتي هيستامين، وطبعا احنا بندي المريض مضادات حساسية إما من الجيل الثاني أو الجيل الثالث، وهقول لك قدام إمتى نستخدم الجيل الأول. بالنسبة للجيل الثاني من مضادات الهستامين، فأحسن المواد المستخدمة هي مادة الستروزين، ودي هتلاقيها في أصناف زي الزيرتك والهستازين والألاريد. كمان برضه هتلاقي مادة اللوراتيدين، ودي هتلاقيها في أصناف زي الكلاريتين والموسيدين. كمان مادة الإيفاستين، ودي هتلاقيها في أصناف زي الأستين والإيفاستين. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون قرص يوميا مساء قبل النوم. أما بالنسبة لو أنت عايز تدي مضاد هستامين من الجيل الثالث، فعندك مثلا مادة الفيكسوفينادين، ودي هتلاقيها في أصناف زي التلفاست والفاستل. كمان مادة الديسلوراتيدين، ودي هتلاقيها في أصناف زي الآيرس والديسا. آخر مادة وهي الليفوستريزين، ودي هنلاقيها في أصناف زي الليفوستام والليفست والليفوكتيفان. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون قرص مرة واحدة يوميا مساء. الكلام اللي فات ده بقى بالنسبة للكبار. طب لو هدي للأطفال، احنا بنقسم السيستميك انتي هيستامين على حسب العمر. يعني مثلا من عمر الشهر حتى عمر 6 شهور هندي فيرست جنريشن انتي هيستامين، واشهر ماده بنستخدمها هي الدايميثيندين ماليت، ودي موجوده في الفينستيل نقط، وجرعتها بتكون نقطه لكل كيلو جرام من وزن الطفل 3 مرات. يعني مثلا لو الطفل ده وزنه 7 كيلو هتديله 7 نقط 3 مرات يوميا. اما بقى من عمر 6 شهور فممكن تدي الفينستيل عادي جدا، او ممكن تدي حاجه من الثيرد جنريشن انتي هيستامينيك، لان كده سن الطفل امان عليه. ودي ممكن نديها في صوره شراب او صوره نقط، والمثال على كده هو الليفوهستام شراب او الليفوهستام نقط. لو الطفل سنه من 6 شهور لحد 5 سنين، فالجرعه بتكون 5 نقط مره يوميا، او 2.5 سنتي مره يوميا لو هياخد شرب. اما لو الطفل سنه من 5 سنين لحد 11 سنه، فالجرعه بتكون 10 نقط مره يوميا، او 5 سنتي مره يوميا لو هياخد شراب. واكبر من كده بقى يبقى تديله قراص عادي. اما بقى من عمر السنتين، فوقتها ندي السكند جنريشن انتي هيستامينيك، لان كده سنه امان عليه، وما تديهوش لسن اقل من كده. ونقدر نديها برضو شراب او نقط، والمثال على كده الزيرتك شراب او الزيرتك نقط. لو الطفل سنه من سنتين لحد 6 سنين، فالجرعة بتكون نص قطارة مرة يوميا، أو تديله 5 سنتي مرة يوميا لو هياخد شرب. أما لو الطفل سنه أكبر من 6 سنين، فالجرعة هتكون قطارة كاملة مرة يوميا، أو 10 سنتي مرة يوميا، أو ممكن حتى تقسمهم على مرتين عادي لو هياخد شرب يعني. تاني حاجة بقى بنديها للمريض وهي الاستيرويد نيزل سبراي، أو بخاخة كورتيزون للأنف، ودي بتكون للكبار. والكورتيزون في الحالة دي بيشتغل موضعي، وبتكون آثاره الجانبية في الحالة دي أقل بكتير. وأهم البخاخات المستخدمة هي الفليكس سبراي، فليكسيونيز سبراي،
والتايكينيز بلس، ودي بتكون حلوة جدا عشان عليها مادة بتشتغل كماست سيل ستابلايزر وبتهدي من أعراض الحساسية. كمان النازونكس سبراي والنوري نوز. ولو عايز حاجة رخيصة شوية ولكن فعالة فعندك البيكلو نيزل سبراي. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون بخة في كل أنف من مرة واحدة يوميا إلى مرتين يوميا. وخد بالك إن البخاخات دي مش بنوقفها مرة واحدة، ولكننا بنوقفها بالتدريج عن طريق تقليل الجرعات. كمان بندي نيزل لي كونجستان دروبس أو قطرات مضادة للاحتقان. وأشهر مادة بنستخدمها هي الزايلوميتازولين، ودي هتلاقيها في الأتروفين نقط للكبار، والبلكيز نقط للكبار، والرينكس كبار. كمان نفس المادة بيتعمل منها للأطفال، يعني هتلاقي أتروفين أطفال وبلكيز أطفال ورينكس أطفال، ودي بتكون للأطفال من عمر سنة فأكتر. أما بقى لو عايز تدي حاجة للأطفال أقل من سنة فما عندكش غير الأتروفين بيبي سالاين أو اللايس أترا. وجرعة أي حاجة من الحاجات دي بتكون نقطتين في كل أنف 3 مرات يوميا لمدة 5 أيام، وما تزودش عن المدة دي عشان ما تزودش هي الاحتقان. تالت حاجة بنديها وهي الكالاين نيزل انهاليشن، وده عبارة عن محلول قلوي في صورة أكياس، وبنوصفه عشان يدوب المخاط الموجود في الأنف، زي مثلا الألكا مصر أو الألكالاين ووش. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون كيس على نص كوباية مية دافية، وبيتم الاستنشاق أو غسل الأنف بيه مرتين يوميا. رابع حاجة بنديها وهي مسكن وخافض حرارة خفيف، ولكن دي حاجة اختيارية، يعني عايز تديها تمام، مش عايز تديها مفيش مشكلة، زي مثلا مادة البارستامول، واللي بتكون موجودة في أصناف زي البنادول أدفانس والأدول والدولبران 1000. وجرعته بتكون 1000 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا، يعني قرص في حالة الدولبران وقرصين في حالة البنادول والأدول. وكمان بيتعمل من البارستامول شراب للأطفال زي الستال، وجرعته بتكون وزن الطفل على 4، والرقم اللي هيطلع هتديه للطفل كل 6 إلى 8 ساعات يوميا. يعني مثلا لو الطفل وزنه 10 كيلو هتقسم ال10 على 4 هيطلع 2.5، يعني هتدي الطفل ده 2.5 ملي أو سنتي كل 6 إلى 8 ساعات يوميا. وعشان نلخص الموضوع كله في صورة روشتة واحدة لعلاج الألرجيك ريانايتس أو حساسية الأنف، فبالنسبة لروشتة الكبار هندي أول حاجة زيرتك أقراص، وجرعته بتكون قرص مساء قبل النوم. تاني حاجة هندي فليكس نيزل سبراي، ودي جرعتها بتكون بخة في كل أنف كل 12 ساعة يوميا. تالت حاجة هنديها هي ألكا مصر ساشيتس، وده جرعته بيكون كيس كل 12 ساعة. رابع حاجة بندي البنادول أدفانس، وده جرعته بتكون قرصين كل 8 ساعات يوميا. أما بالنسبة لروشتة الأطفال فبندي أول حاجة الفينستيل، ده في حالة إن الطفل أقل من 6 شهور، أو هندي الليفوهستام، ده في حالة إن الطفل سنه ما بين 6 شهور لحد سنتين، وبندي الزيرتك في حالة إن الطفل سنه أكبر من سنتين. جرعتهم قلناها ورا بالتفصيل. تاني حاجة بنديها وهي الأوتريفين بيبي سالاين، ده لو الطفل سنه أقل من سنة، أو الأوتريفين تشيلدرن في حالة إن الطفل أكبر من سنة. وجرعتهم بتكون نقطتين في الأنف 3 مرات يوميا. تالت حاجة ألكا مصر ساشيتس، وده جرعته بيكون كيس كل 12 ساعة. آخر حاجة الستال شراب، وده جرعته بتكون الوزن على 4، واللي هيطلع تديه 3 مرات يوميا. كده نكون خلصنا الحلقة وعرفنا فيها كل ما يخص حساسية الأنف، كمان عرفنا أهم أعراضها وطرق علاجها. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي، حلقة مهمة جدا فذاكروها كويس جدا. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.